وصلنا لفقرة فلاش يلي دائما نختار مواضيع بتكون مميزة ولازم نسلط الضوء عليها. أيام كتير بيخطر ببالنا كيف نحن عايشين على كوكب بيدور بسرعة كبيرة، وكيف بنقدر نتحرك بدون ما يأثر هالشي علينا. السر هو الجاذبية الأرضية يلي بتخلي كل الأجسام الموجودة على الكوكب مرتبطة فيه. وياما حضرنا فيديوهات لرواد الفضاء عم يتدربوا على فقدان الجاذبية بقاعدة كيب كانفيرال، وكتير أشخاص تمنوا يخوضوا هالتجربة ومنهم أنا. السؤال يلي بيطرح نفسه شو ممكن يصير بعالمنا إذا الجاذبية اختفت؟ العلماء توصلوا لكتير سيناريوهات، منهم إنه الحياة رح تختفي، ومنهم قالوا رح يحدث كوارث طبيعية وفيضانات. لنتابع سوا لنعرف شو ممكن يصير إذا اختفت الجاذبية. أغلب الأطفال بيرافقون لفترة من الزمن حلم الطيران، وياما حاولوا يطيروا كل المحاولات فشلت، والسبب هو الجاذبية الأرضية يلي بتحكم علينا أن نبقى على الأرض. الأرض بتدور على محورها بسرعة 1600 كيلومتر بالساعة، طبعا إذا قسناها على خط الاستواء، وكمان بتدور حول الشمس مرة بالسنة بسرعة 107,000 كيلومتر بالساعة. يعني بهالسرعة بيقدر الإنسان يدور حول الأرض ب 22 دقيقة بس. يعني نحن موجودين على كرة بتتحرك بسرعة فائقة، والعنصر يلي بيربطنا بهالكرة هو الجاذبية الأرضية يلي شغلت بال العلماء. وإذا بنرجع بالزمن لورا لعند العالم نيوتن يلي اكتشف نظرية الجاذبية، وبتقول تزداد قوة الجاذبية بين جسمين مع زيادة كتل كل منهما، فكلما زادت الكتلة زادت قوة الجاذبية. تعد الجاذبية واحدة من القوى الأربعة الأساسية بالكون، بين القوة الكهرومغناطيسية والقوة النووية الكبرى والقوة النووية الصغرى، وانعدام واحدة منهم رح يخل بتواجد وتوازن الأشياء والحياة على الأرض. والسؤال، إذا انعدمت الجاذبية شو ممكن يصير؟ العلماء وجدوا أكثر من سيناريو. الأول بيقول رح ندور كلنا حول نفسنا لنشكل زوبعة ضخمة ويندمج كل شي فيها. أما السيناريو الثاني بيقول إنه الأرض رح تنفجر بثواني من بعد اختفاء الجاذبية، وبهالحالتين إذا توقفت الجاذبية لمدة 5 ثواني فقط يمكن ما نلحق نودع الأشخاص يلي منحبون. بحال اختفاء الجاذبية أول شي رح يصير رح تنعدم كل قوانين الفيزياء، ورح تفقد كل كتلة موجودة على الكرة الأرضية قيمتها. ومن أحدى المشاكل يلي رح تصير زيادة سرعة دوران الكرة الأرضية. أما الغلاف الجوي يلي بيحيط فينا وبيحيط بالأرض وبيحمينا من مخاطر الفضاء رح يختفي، وكمان البحار والمحيطات والبحيرات والأنهار رح تنطلق للفضاء وبتختفي. ومثل ما بنعرف إنه سر الحياة هو الماء. رح يفقد الناس وعيهم بسبب الخلل يلي رح يصيب جسمهم بسبب فقدان الأكسجين. يعني كل شي على كوكب الأرض رح ينهار، والحياة رح تنتهي باختفاء الجاذبية.